هل لو صرفت فلوس على علاج قطة مصابة في الشارع يبقى كده حرام عشان في ناس أولى بالفلوس دي؟ لا، مش حرام. وربنا وزع صور الرحمات على العباد، وأبواب الدخول على الله كعدد أنفاس البشر. في واحد وواحدة ربنا خلقهم غصب عنهم بينجذبوا جدا للرحمة بالحيوانات. ليه؟ عشان ربنا يرحم الحيوانات بيهم. انت ممكن تبص لكلب دايسة عربية كده وتقرف من المشهد، او كلب مش عارف بيعرج فتبعد كده، في واحد تاني لا، يروح ويشوف اللي بيعرج ويمسكه، ويروح للكلب عزكم الله الجربان ويروح ويعالجه. ايه ده؟ يا سيدي، يا سيدي، ربنا خالق مالي قلبه وقلبها بالرحمة عشان يحمي عباده. ما الكلاب دي عباد من عباد الله سبحانه وتعالى يعني. فربنا جل في علاه أودع في قلبك حب الإنفاق لعلاج الحيوانات. يا سلام! مش انت فاكر الست البغية الزانية أعزكم الله اللي دخلت الجنة في كلب سائته كان عطشان؟ ما بالك انت لما تعالج الكلب ولا القطة؟ والست الأشهر منها اللي دخلت النار في قطة حبستها لا تركتها يعني لا أخرجتها ولا تركتها تأكل من لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قسوة فدخلت النار. فلا طبعا، ربنا يتقبل منك، ويا ريت ناس كتير يبقوا زيك. أولا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه جاءت في سورة الرحمن. هل بمعنى النفي، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. مع من؟ هذا مع الله سبحانه وتعالى. يقينا تحسن يحسن إليك، إذا أحسنت أحسن الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إيش المعنى ابتداء؟ أي عمل صالح تبتغي به وجه الله عز وجل، وإن كان بمثقال الذرة تقدمه من أجل الله عز وجل، لابد وأن يشكر الله عز وجل عملك هذا وأن يحسن إليك. يقينا مع الله سبحانه وتعالى إذا أحسنت يحسن إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاعل الإحسان الأول يختلف عن فاعل الإحسان الثاني. هل جزاء الإحسان، من فاعل الإحسان الأول؟ البشر. إلا الإحسان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون بعبارة جميلة: الإحسان الأول عطاء، والإحسان الثاني جزاء. فهل جزاء الإحسان أن تقدم وتعطي وتبذل، إلا الإحسان من الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن معنى اسم الله عز وجل الشاكر والشاكر. تعرف الناس اللي واقفة إنهم أغلب من ما تتخيلوا، أضعف من ما تتخيلوا، أوفى كائن على وجه الأرض. رحمتنا لضعفهم ممكن تكون سبب كبير في دخولنا الجنة. بعد ما خلصت علاجها بدأت أكلها لأنها كانت ميتة من الجوع. ليلي هي واحدة من أوفياء كتير بأكلهم في جميع المحافظات. ناس كتير جدا بتساعد الحيوانات وعارفة قد إيه إحنا بنبقى مرتاحين نفسيا وإحنا بنأكل الغلابة دول وإحنا بنساعد المساكين دول. وده مش معناه إن أنا بجبرك إنك تساعدهم أو تأكلهم، لا والله، لا سمح الله. أنا كل اللي بطلبه منك زي ما بتساعد الإنسان ساعد الحيوان.